السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ناسنا القدام والجدد شرفتونا وزدتونا نور، يا مرحب بكم. بيهو بعد السلام بيهو حاجتين اتنين داير نتكلم عنه لأنه زهقوني بيهون، فبنزلهم ليكم بنتكلم عنه. توجهت على ايه على المكان اللي اللقطة اللي انت شايفها، لكن ثقة تامة يا ابو محمد. انا ليس لي دخل في هذا المشهد نهائيا، اني انا اتعمد اني اشوفه. هذا المخرج رؤية مخرج ما يتحاسب عليها الفنان. بعدين انت يا اخوي ناظر، انت وش تطالع فيه في المشهد ذا؟ تلعب على مين؟ ناظر يا ابن الحلال. لا ابن الحلال، انت ناظر، انت تناظر في ذا. طبعا انا اول حاجه بعتذر لكم عشان المقطع ده نزلته هنا، لكن كان لازم انزله عشان اتكلم عن الموضوع ده. طبعا كميه من التخلف والانحطاط موجود بالمقطع ده، علم راجع عليه ورا. اول حاجه استاذ داود الشريان مع كامل الاحترام، انواع المشاكل تجي في المكان ده يا داود الشريان من دون فائده، والمشاكل المهمه البطاله ساهره الاشياء دي ما تجيبها لنا هنا. اولا انت اديك الصحه والعافيه تدخلك بقى نيط العالم شنو تعاليه دي، اتوقع انه بها وزاره الثقافه واعلام ولا ما عارف اسمه شنو، مشغوله مسؤوله عن التخلف الموجود ده. انا طبعا بالغلط قلت مشغوله عن المكان ده، لكن هي بيجد مشغوله. انا ما عارف وين عن التخلف الموجود. بعدين انت داود الشريان طبعا انت كوركت بحياه التاهي ده، والتاهي ده كورك بنفسه. ما اعرف يقول لك شنو، رؤيه مخرج يلا رؤيه 2030 هسه. إذا كان المخرج عفن بالموضوع ما مشكلة، أنت لك الحق إنه ترفض تقول لي أنا ما داير أقوم بالعمل ده، العمل ده ما من مستواي، منحط العمل ده. طبعا حوارك الغلط يا أستاذ داود الشريان مع الشخص الغلط. مفروض تجيب شخص ممثل لوزارة الثقافة والإعلام تناقشوا بالموضوع ده، ولا تجيب المخرج نفسه. وحتى ولو جبته يا أستاذ داود الشريان مع كامل الاحترام لك، بداير تعمل شنو؟ أنت المشاكل قبل عملت بها شنو أصلا؟ كالعادة تجيبون تجمعون الاستوديو معاك وتصب لهم باشياء والقهوة وتزعجونا تصدعوا بروسنا من دون فايدة، ما بتعملوا حاجة. هسه نحن بطلشنا بها جوالات البذورة. امس جاني شخص بيقول لي داير برنامج يحجب المقاطع الإباحية من اليوتيوب والمواقع الثانية. نحن داير لنا برنامج يحجب الMBC كاملة، يحجب التخلف الموجود ده كامل، ما عن الجوالات. هسه بطلشنا نحن بكبار. الحاجة الثانية بعيد عن الإعلام التلفزيوني، هسه شين بإعلام التويتر ده زهقونا بيه الناس الكبار، نزل لكم هسه واحد. طبعا اما شوف الهاشتاجات دي تقول MBC ما عليها لوم، MBC تلبي رغبة المجتمع، الناس الطالبينه. صار يغتصب فتاة، خنفصة عريانة ولا ما عارف شنو، الفكاهة الفاسخة دي شنو، يا الكوميديا خلصت هسه الا المكان هسه المفروض نحن نضحك يعني ولا شنو؟ خنفسنا عريانه ونظامكم فكاهتكم المالغه، خلصت الكوميديا هسه. العفن داك ناصر قصبي داك العفن واحمد حلمي ديل خلصوا لنا الكوميديا، ما باقي لنا غير المكان الفاسخ ده نمشي نضحك به. انا متطلع ل 2030 دي بشغف، داير اشوف بيحصل بها شنو مع العقول النير ده البراغه دي الموجوده معانا. عن شريحه عفنه وان شاء الله ان اغليه بالمجتمع، فالناس السمحه المفروض ما تشارك بالهاشتاجات دي حتى بشكل ايجابي، ما تشاركون مع ذاته. يا جماعه انا ما بقول لكم الكلام ده واضرب لكم النظام المثاليه بالمكان ده، كل زول به شخص سيء موجود به. انت احتوائك للشخص ده تخلي الشخص السمح يطغى على السيء، واذا كان به سيء يا اخي احتفظ به لنفسك، ما تشاركوا مع العالم.